سلام، نتمنى تكونوا كاملين مزيانين ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد قصة جديدة. اليوم معنا إكرام. القصة ديالها أثرت فيا بزاف، غادي تستافدوا منها بزاف وغادي تاخذوا منها بزاف ديال العبر، خصوصا البنات اللي كيقراو كيتخلاو على القرايه ديالهم على قبل الزواج. اليوم إكرام غادي نهضر أنا باللسان ديالها. أنا إكرام من جهة نواحي العريش، من أسرة محافظة. بابا خدام مع الدولة وماما ربة بيت. دوزت طفولة زوينة بزاف، كانوا والديا مهلين فيا ومفششيني، اللي بغيتها كانوا كيحضروها ليا. غنقرا الابتدائي ثم الإعدادي ثم الثانوي، ومن بعد غندير ديبلوم في مدينة أخرى بعيدة على مدينتي. وفي السنة الأولى ليا جا واحد السيد يخطبني. الصراحة ما كانت كتربطني بيه حتى شي علاقة، غير واحد صاحب بابا تلاقى مع صاحبو آخر، هضر معاه وقال ليه بغيت نزوج ولد خويا ساكن في الخارج، يعني ساكن خارج المغرب، واش كتعرف شي بنت الناس محترمة ودارهم عائلة محترمة. هاد صاحب بابا جاوبو وقال ليه كاين واحد السيد كنعرف البنت ديالو، كنعرف باباها راه صاحبي، ولا عرفتي شنو غادي دير، يلاه نمشيو لعندو ونهضروا معاه نيشان. وفعلا هاد الزوج مشاو عند بابا. كان داك النهار الثلاث وانا كنت خارج مدينتي حيت كنقرا كيف قلت لكم مدينه اخرى. المهم جاو دقوا على بابا، حل ليهم الباب، السلام السلام. آه رحب به بابا، دخلهم للدار. صافي قال ليه راه صاحبي بغى يخطب بنتكم لولد خوه عايش خارج المغرب في اوروبا. قال له بابا مرحبا، ولكن خاصنا ناخذ الراي ديال بنتي، وهي راها ما كيناش كتقرا في مدينه اخرى، كتنزل غير من الويكاند للويكاند. مرحبا بكم، غير تجيو نسمع الراي ديالها، مرحبا بكم مره اخرى. المهم انا عيطات ليا ماما وقالت لي ضروري هاد الويكاند تنزلي نشوفوك. بحكم بعض المرات كيكونوا عندي الامتحانات ما كننزلش، ولكن هاد الويكاند لحات عليا الام ديالي. قلت لها واخا اش واقع، جاوبتني كل خير ان شاء الله، تتنزلي للدار ونهضروا. انا راسي بقى حاير وكنقول فراسي شنو هذا الموضوع اللي بغاتني فيه ماما. المهم جا الويكاند، هبطت للدار، قلت لماما اش واقع، قالت لي اش كاين واش كاين. انا بطبيعه الحال غادي نرفض، حيت اخر حاجه كنت كنفكر فيها هي الزواج. انا كان عندي طموح، كنت باغا نحقق الاحلام ديالي ونوصل لبزاف د الحوايج، وملي ناخذ الدبلوم وندير ليسونس بروفيسيونيل ونكمل قرايتي. المهم انا ما عجبنيش الحال وبديت كنبكي وكنغوت وكنقول لهم ما بغيتش نتزوج وهادي. ماما قالت لي واش حنا قلنا لك تزوجي بيه، دابا راه غادي غير يجيو والديه ويكون غير التعارف. المهم الام ديالي مشات تقدات الحلوى وداكشي اللي كيخص باش نستقبلوا الناس. وصل نهار الحد في العشيه، جات مرات باه وعمو حيت هو يتيم، وهو ما جاش معاهم بحكم هو عايش على برا، وبغاهم حتى يجيو يشوفوا ليه، عاد يجي هو نيشان ويكمل. وكيف ما قلت لكم راه هو راه يتيم من الوالدين ديالو. وسبحان الله، مرات باه كانت كدير شي تصرفات في شكل وتعامل في شكل مع لوسها، حتى هو كان في شكل، والصراحه ما ارتحيتش ليها. المهم جابت ماما الصينيه وعمو قال لي يا بنتي اكرام عجبتينا وما لقاوش محسن منك، يلا نقراو الفاتحه. بابا قراها معاه وانا بقيت غير كنشوف. هدرت مع بابا وقلت ليه علاش قريتي الفاتحه وانا ما بغيتوش وما كنفكرش نتزوج وما خديتوش حتى الراي ديالي وما عجبنيش الحال. جاوبني بابا حنا بنتي دوزنا الكلمه بالزربه، تقلبوا عليا والديا. عييت ما ندير في السبات ونقول شوف غير مرات باه اللي ميت في الاصل كيفاش كتعامل مع لوسها ما كتحتارموش. بداو عليا راه راجل مزيان وعنده شركه وعايش في اوروبا وغتكوني مزيانه في الحياه ديالك معاه سيري. بديت قراي تما اللغه، شوفي شي مدرسه اللي بغيتي ونخلصوها ليك بنتي. المهم دارنا صافي بغاو يلصقوه ليا صحه. رجعت للمدينة اللي كنقرا فيها والمورال هابط بزاف، وغير كنخمم وكنبكي، ما بقيت كنجاوب حتى حد في التليفون. ماما كتعيط لصحاباتي كتسولهم عليا كيقولوا لها راه غير كتبكي، شنو درتي ليها؟ بابا تقلب عليا وقال لي الا ما وافقتيش غنجي دابا نرجعك للدار وما عندي ما ندير بديك القرايه تما. وليت كنقول مع راسي كيفاش بابا اللي ما كان كيرفض ليا حتى حاجه وكيشد ليا الخاطر ولا كيتعامل معايا فحال هكا وبهذه الطريقه. شفت تعييت وانا نقول ليه موافقه. قال لي انا غادي نعطيك النمره لعمو باش يبقى يتواصل معاك والتعارف يكون مزيان. المهم تواصل معايا داك الشاب اللي كان في عمره 31 سنه وانا كانت عندي 22 سنه. كان هو ما كيعرفش العربيه، كنت انا كنترجم وكنفهم. دازت عام جا المغرب، خرجنا انا ومرات باه الله يرحمه وهو وماما.
كاين إنسان الصراحة عادي كيتعامل مزيان بدارو بطوموبيلتو وقالك نتوكل على الله، واخا الصراحة ما كنتش طامعة في الخارج ولا في فلوس الخارج ولا في فلوسو، حيت الحمد لله كان عندي كلشي والأب ديالي ما كان مخصصني من حتى حاجة. دازو شي أيام درنا الخطوبة والعقد وبدينا كنخرجو مرة، وبدات مرات با كتقول ليا ملي تكوني خارجة ما تنسينيش شي ريحة ولا مكانة وشي كادو وقولي ليه بلي راكي نتي اللي بغيتيهم وجيبيهم ليا. أنا بطبيعة الحال ما كنتش كنرضى نقول ليه شري ليا شي حاجة، قلت لها اسمحي لي خالتي ولكن راه ما نقدرش نقول ليه شري ليا. هي ما عجبهاش الحال وبدات كتعيط لبابا وكتحرشوا عليا وتقول لي ما عرفتش بنتك اش كتقول. هو كان سميتو طارق، اش كتقول لطارق؟ ما بقاش كيحملنا. المهم شارجات بابا مزيان عليا. عيط ليا بابا الو اكرام فينك جي للدار ضروري. واخا بابا جيت للدار مع دخلت قال لي سيري للبيت وتسنيني. مع دخل ضربني بالتصرفيقه مالك بابا اش واقع؟ انتي ما كتحترميش عائلة راجلك. لا بابا ما يمكنش اش كتقول وهذا الشيء راه ما يمكنش. ايوا عيط لخويا باش يجيبهم للدار عندنا ونطلب منهم السماحه. ناري عرفتو على موقف حطني فيه ديال الدل. ما يمكنش كون طلب السماحه وانت ما غلط. عادي الانسان يطلب السماحه ويعتذر الا كان غلط، ولكن الا ما كانش غلط ويطلب السماحه من الفوق راه موقف في شكال. وكون غير كان بصح. ما رضيتش كيفاش بابا اللي عمرو ما ضربني وكيفاش غنطلب السماحه من واحد الشخص وانا ما دايره ليه والو. ومن ورا هادشي عرف بابا انها غير دازت الايام وداز الوقت عرف بانها غير كتكذب وكذبت عليا وطلب مني السماحه وعرفنا غير حيت ما بغيتش ندير داكشي اللي بغات دارت ليا هكا. ومن وراها وقعوا بزاف د الحوايج اللي خلاو العلاقه تقطع معاهم نهائيا. ومن بعد بدات مرات باك كتقول له طلقها ما تصلحش ليك وهو ما بغاش. تما كبر في عينيا وملي ما بغاش يطلقني وبلوكاو وقالوا ليه ما تبقاش تعيط لينا. وصل وقت العرس وهو طارق دخل المغرب. بابا دار لي عرس في القاعه تقريبا كان شي 300 واحد بين عائلتنا وعائلته. وانا تقبلت الواقع ورضيت ومشيت لداري وكانت الامور مزيان. حتى لواحد النهار وهنا فين غتبدا قصتي. كتقول إكرام بلي وقع شي خصام مع راجلها طارق بسبب انها هزات ليه التليفون ديالو ولقاتو بارك في شي بار كيشرب قبل ليله العرس ديالهم بنهار. هو تعصب عليها وهز التليفون كان غادي يهرسو وهرس التلفازه هرس تقريبا الدار كامله. كتقول إكرام بلي بقيت مصدومه وكنشوف دخلت البيت نعاس ديت عليا. من بعد ما تهدن جا طلب مني السماحه وخرجني تعشينا على برا ورجع عيط للشركه ديال النيطواياج جمعات داكشي وقادت لي الدار وصافي. ومشينا تقدينا وشرينا كاع داكشي اللي تهرسنا التلفازه والحوايج اللي كانوا ناقصين للدار. كتقول إكرام وانا كنقاد في الدار كنرتب فيها لقيت واحد الصندوق داخل في واحد البلاكار في لاطيراس. بغيت نحلو لقيتو مسدود مسحتو من الفوق وخليتو ومشيت كنوجد في الماكله باش ملي يجي من الخدمه نتغداو. جا طارق تغدينا سولتو طارق داك الصندوق اللي في التراس شنو فيه؟ ما بغاش يتحل ليا. شاف فيا تبدل فيه اللون قال لي غير خليه. من بعد انا رديت ليه البال ديما كيخليني حتى كنعس وكيهبط بوحدو لتحت في الليل. واحد المرات بعتو طليت عليه لقيتو مشى لداك الصندوق حلو حط فيه شي حاجه وسدو بالساروت وداك الساروت كان عنده غير هو وبوحدو. واحد النهار دخل يدوش جاني الفضول بغيت نعرف اش حاط في داك الصندوق وفاش كنسولو كيرتابك. وفعلا بدا كيدخل ليا الشك. عيطت لدارنا وقلت لهم وعاودت لهم كلشي. قالوا لي الا لقيتي شي فرصه قلبيه. انا خليت تدخل يدوش وهزيت ليه السوارت وهبطت نشوف ويا ريت ما قلبت ولا عرفت اشنو كاين. لقيت السلاح المخدرات الكوكايين وشي فلوس وكانوا بزاف ديال السلاح مستف في داك الصندوق في كاع الاحجام. انا هنا تخلعت بزاف ودخت وليت كنقول مع راسي انا بمن مزوجه؟ شكون هو هذا الشخص اللي مزوجه به؟ رجعت كلشي كيف ما كان وطلعت وحاولت ما نبين عليا والو وما قلت لدارنا والو. دازت 4 شهور وانا كنقرر شنو ندير وكنفكر في الحل وانا ما عارفه حد في هاد البلاد. ورديت البال حتى التليفون ما كيتفرقش معاه. الا بغى ينعس كيحطو تحت المخده ولا في جيبو والدوش كيدخلو معاه. وبعض المرات كنغامر هو ناعس ونهزو ليه ونقلبو. اكتشفت انه كيهضر مع شي وحده كيعرفها وموعده بزاف د الحوايج. المهم بزاف من شويه اللي حكيت لكم. قررت باش نعاود لدارنا على كلشي داكشي اللي اكتشفته واللي عرفتو على الزوج ديالي.
ملي عاودت لماما وبابا على هاد الشي صراحة تخلعوا عليا بزاف، خصوصا الاب ديالي اللي كان هو السبب في هاد الزواج هذا من الاول. عيط ليا بابا وطلب مني السماحة وقال لي بلي غادي يلقى ليا شي حل، ما غاديش يتخلى عليا. بابا صيفط خويا عند محامي وشرح لي مزيان المشكل اللي عندي، وهنا المحامي قال ليه غادي تطلق، ولكن راه ما يمكنش ليها تبقى عايشة في ديك البلاد الأوروبية بحكم أنها ما عندهاش الأوراق وراجلها هو اللي متكلف بها. عيط ليا خويا وقال لي على اش قال ليه المحامي. الصراحه دورتها مزيان في راسي ولقيت بلي غادي نطلق ونرجع للمغرب، ما غاديش نسلم من الألسنة ديال الناس وكل شيء غادي يبقى يسول على السبب الطلاق وزيد وزيد، وانا ما غاديش نقدر على ديك الهضره. اذا غادي يخصني شي حل اخر. انا في ديك الوقيته اتصلت بواحد السيده من العائله عايشه في نفس البلاد اللي انا عايشه فيها، كانت محاميه. مشات سولت لي على راجلي، لقاتو عنده سوابق هو والام ديالو، وان خوه واختو الاخت ديالو ماتوا مقتولين. انا هنا بديت كنخاف والقضيه بدات كتحماض، وليت كنقول هادشي واصل حتى للقتيله، واش انا مزوجه بشي مجرم ولا مهرب؟ اش هادشي؟ المهم ماما عيطات على راجلي وقالت ليه تهلا في بنتي وكون غير خليتيها تقرا اللغه باش تقدر تواصل مع الناس، وفي نفس الوقت ما تبقاش باركه بوحدها في الدار. المهم دار الماما خاطرها ودخلت لواحد الجمعيه وكنخلص واحد الثمن اللي هو رمزي، وبديت كنخرج وكنتعلم اللغه وكنشوف الدنيا. المهم دازت الأيام، عرضت على ديك السيدة عندي للدار اللي عايشة معايا في نفس البلاد، واستغليت تما الفرصة ووريتها الصندوق. وديك السيدة قالت لي باللي ملي يدخل يدوش حاولي تهزي لي الساروج وحلي وصوري لي داكشي اللي في الصندوق، ونصحتني باش نخدم ضروري الا كنت ناوية نتفرق معاه باش ما يرجعونيش للمغرب. المهم خليت راجلي حتى دخل يدوش وهزيت ليه الساروج وصورت داكشي وصيفطتو ليها. ومره اخرى عاوتاني كنت لقيت كنقلب ليه عاوتاني غير في التليفون ديالو غير بارازار، لقيت شي ميساجات في الواتساب والتصاور ديال شي بنات عنده في التليفون. تما فاش قررت غنواجهو بداكشي اللي لقيت، بدا كيتهرب وكيغوت وكيقول لي داكشي ديال صاحبي ماشي ديالي، وناض بيناتنا صداع خايب عاوتاني. بدا كيهرس في الدار ويغوت، هرس كلشي. انا تخلعت وانا نعيط لديك السيده وقلت لها راه هرس الدار وبغى يضربني وهربت وسديت عليا، وراني صورته فيديو ديالو كيغوت وكيدفع ويهرس. قالت لي السيده صيفطيه ليا. هذيك السيده عيطت للبوليس وقالت لهم باللي راه هذا العنوان فيه راجل كيضرب مراته والدار فيها السلاح. جاو البوليس حل ليهم الباب، دخلوا لقاوني انا كنجمع في الدار داكشي اللي تهرس. سولوني واش ضربني، قلت لهم دفعني ووريتهم الفيديو. شدوه وقلبوا الدار لقاو فيها السلاح، هزوه هو داوه بوحدو وانا داوني بوحدي. كنت كلي كنرجف ومخلوعه، عمرني عشت ولا شفت هادشي. بداو كيسولوا فيا باش يديوني عند الطبيبه وجابوا لي الماكله، غير كاين انا غير مصدومه وما بغيت والو. من بعد جابوا لي مترجمه باش يقدروا يتواصلوا معايا. جات عندي البوليسيه وقالت لي غتمشي معنا لواحد الجمعيه تبركي معاهم حتى نشوفوا قضيتك. المهم انا رفضت بحكم ان الجمعيه اللي تكون مخلطه كيكون فيها الجميع الفئات، وقلت لهم يخلوني نمشي عند ديك السيده اللي من العائله اللي عيطات عليهم. داز 6 سوايع وانا غير كيحققوا معايا، والديا مخلوعين. عيطات ليهم ديك السيدة وعاودت ليهم اش وقع معايا وطمئناتهم باللي راها واقفة معايا، ولكن الوالدين ما تهناوش عليا وما عندهمش حتى في الفيزا باش يجيو لعندي. المهم وافقوا البوليس باش نمشي عند ديك السيدة نبرك معاها، وعطاوني تليفون باش نهضر مع العائلة ديالي ونقول ليهم باللي راني بخير. راجلي بقاو شادينو وجا واحد خوه بغا زعما يديني معاه ولكن ما بغيتش، وتا البوليس قالوا لي ما خاص حتى واحد يعرفك فين كاينه، راه حياتك في خطر، غتبركي مع ديك السيده شي ايام من بعد حنا اللي غنتكلفوا بك. دازت يومين الزوج ديالي طلقوه، وكيفاش طلقوه هما لاقين عنده السلاح. قال لك ملي داروا الخبره لقاو داك السلاح ديال بلعاني، غير سلاح كيلعبوا به في نهايه السنه. المهم ما لقاو عليه حتى دليل وخرج من وراها بشي 5 ايام. جاو عندي جوج من الجمعيه باش يديوني، وانا قلت لهم باللي مريضه ومازال مخلوعه وما نقدرش نبرك مع دوك الناس الجمعيه مخلطه فيهم مدمنين. المهم الدعوه مخلطه. المهم دوك العيالات اللي في الجمعيه كانوا كيهضروا معايا وفي الصف ديال راجلي، وقالوا لي باللي راه راجلك ندمان وداك الشيء راه ما لقاو حتى دليل على انه ديالو، وممكن يقول باللي ديالك انتي حيت بزوجكم ساكنين في نفس الدار. انا قلت لهم ما بغيت والو، بغيتكم غير تعاونوني نلقى خدمه.
هُما كانوا عنصريين معايا، قالوا لي يا إما ترجعي مع راجلك ولا نحيدوا لك لاكارت وترجعي للمغرب، هذا هو القانون عندنا. راجلي كان عارف القانون ديال تما، شفت حتى عييت قلت نرجع للمغرب وأنا مازال يلاه جيت كلشي غادي يضحك عليا وغتقوى عليا الهضرة، نرجع ليهم ودبروها حكيم، ما عنديش حل. واخا بابا قال لي نقطع ليك ورجعي فحالك للمغرب ولكن انا ما قدرتش. الجمعيه كانت دارت مع راجلي شروط باش ما يبقاش يهرس عليا الدار وما يضربنيش ولا جاتو الهستيريا ولا تعصب يخرج. رجعنا لديك الدار ورجعت للمشاكل غير ما كيتزادوا عليا، باقي كيخبي التليفون ديالو والدار حالتها. والغريب في الامر انه خدام مزيان وكيتخلص 4 المليون في الشهر، ودوك الفلوس ما كنشوفهمش، ما كيخسرهمش عليا، ما كيصلحش الدار، والحياه ولات معاه مستحيله. كنحس براسي فحال شي وحده زايده، غرقت في المشاكل وليت كنشرب الادويه ديال الاكتئاب والعصاب وانا يلاه في بدايه العشرينيات. وكان خاصني نصبر تنكمل 3 سنوات، عاد كان يمكن لي نصاوب ورقيه ونطلق منه. كانت هذه هي حكايه اكرام، كنتمنى تكونوا استفدتوا منها بزاف وخديتوا العبره. وهذا ميساج لكاع البنات اللي كيقراو، ما تخليش على قرايتك على قبل الزواج، خصوصا ملي كتكوني باقا مازال صغيره. الواحد يقرا ويعتمد على راسو ويحقق ذاته ويوصل للاهداف ديالو عادي يفكر في الزواج. وصلنا لنهاية القصة، ما تنسوناش من اللايك والاشتراك بالنسبة للناس اللي ما مشتركينش في القناة، وضغطوا على زر الاشتراك باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي. مع السلامة. إلى اللقاء مع فيديو جديد وقصة جديدة.